الدخول على الفيسبوك حرام ولا حلال؟ يا جماعه الفيسبوك هو عباره عن حاجه، الحرام بينقسم في الاسلام لنوعين من الحرام: حرام لذاته وحرام لمحله. حرام لذاته مفيش حاجه اسمها لو عملتها دي تبقى حلال ولا حرام. الخمره ما فيهاش اتنين، السرقه ما فيهاش اتنين، الزنا حاجه حرام لذاتها. لكن التلفزيون، الكمبيوتر، الشط اللي بنصيف عليه حرام حسب كيف يستخدم، بيسموه حرام لمحله. المحل يعني زي كده بنعمل بيه ايه. فالفيسبوك هو موقع للتعارف على الانترنت، ده احد استخداماته، ليه استخدامات تانية. فانا لو دخلت على الفيسبوك بطريقه تستخدم حرام يبقى الفيسبوك حرام. لو دخلت على الفيسبوك بطريقه تستخدم ان انا حلال، وانا هقول دلوقتي بالتفصيل، يبقى كده مش حرام. فالسؤال الدخول على الفيسبوك حرام ولا حلال، الرد عليه حسب بتعمل ايه. زي التلفزيون حرام ولا حلال، التليفون حرام ولا حلال، العربية حرام ولا حلال، حسب استخدامه. الفيسبوك، البنات على الفيسبوك، ويمكن الكلام للبنات اكتر شوية لان هم مستهدفين اكتر من الحاجات دي. وحضرتك على الفيسبوك البوز، كلام واضح صريح بسرعه كده زي ما بيقولوا كده بره تو ذا بوينت. البوز اللي حضرتك متصوره فيه، انا اصلا معترض ان البنت تحط صورتها على الفيسبوك. وما تخليش حد يقول يا عم بتحط صورتها عشان الناس تعرفها وتتجوز والكلام ده، ما تخليش حد يتكلم عليكي باللغه دي. البوز اللي حضرتك متصوره فيه، البوز الدلع اللي حضرتك طالعه فيه، ده مش بوز. دي صورتك في البطاقه متصوره وانت بالجنب ده كده ومبتسمه كده، ولا صورتك في الرخصه كده، ولا انت طالعه على الفيسبوك بالصوره دي ليه؟ فدي من الحاجات الغلط الحرام اللي البنت المفروض تاخد بالها منها. وكذلك الشباب برضو اللي بيطلع في مثلا متصور مع بنات او طالع باسم مايوه وحاطط لنا صورته على الفيسبوك، ما ينفعش. ده يخدش حياء الناس، يخدش حياء المسلمين. النبي ما بيحبش كده صلى الله عليه وسلم. اسمك، معلش سامحوني البنات النهارده الكلام ليهم شويه، اسمك، صورتك واسم دلع على الفيسبوك. ما ينفعش البنت تظهر على حاجه وهي بتعرف نفسها باسم دلوع، ما ينفعش. لازم البنت تكون بيحيطها اطار من الحياء والجد، الا مع جوزها تدلع براحتها. ده سريعا جدا، خدوا بالكم الحاجات دي. لكن هتعرف انا واصحابي، هعرف اصحابي الولاد، انا ولد اصحابي الولاد اخبارهم ايه، انا بنت اصحابي البنات اخبارهم ايه، اللي كانوا في الكليه زمان انا ولد اصحابي بتوع الكليه بتوع زمان، اصحابي الكليه لو انا بنت بتوع زمان، عايز اعرف اخبارهم ايه دلوقتي، عايز اراسلهم بقالنا سنين ما شفناش بعض. لكن ولاد وبنات مع بعض كده بالمصري خلطبيطه، احنا ما عندناش في الاسلام كده. عندنا الولاد مع الولاد والبنات مع البنات، الا اذا كان في ضروره او حاجه ساعتها نبقى نتكلم مع بعض. فحلو قوي كمان الدعوة الإسلامية الجميلة اللي على الفيسبوك. حلو قوي قوي الشباب اللي بينشروا الدروس امتى، والمقالات الحلوة اللي فيها أخلاق كويسة أو ثقافية، جميل قوي الحاجات دي. من الكوارث، وده سامحوني يا جماعة، من التصرفات اللي فيها جهل عكس علم، تهور عكس عقل، فيها جهل وتهور. إن واحد مش متعلم يخش على الفيسبوك على الاماكن اللي بتتكلم على الشبهات اللي في الاسلام وبتشتم في الاسلام، اشوف بيقولوا ايه على ديننا، فيخش وهو مش لابس الدرع الواقي. الدرع الواقي هو العلم، فيخش ومش لابس الدرع الواقي، فيجي له سهم يقتله، يجي له شبهه عن النبي عليه الصلاه والسلام والنبي ما عليهوش شبهات، الشبهات في قلب اللي فاكر كده، شبهه عن الاسلام والاسلام ما فيهوش شبهات، الشبهات في قلب اللي فاكر كده، هو مش عارف، مش متحصن بالعلم، يخش يطلع من غير دينه وايمانه. وانا عندي قصص كتير ومش وقتها دلوقتي. فخد بالك من الفيسبوك، لو في حاجه تتعمل خش اعملها، حلال. لكن بنات ولاد مع بعض اكننا كده ما ينفعش. فدي بمناسبه الكلام على الفيسبوك.